ولادي وحبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة، اهدوا شوية. أنا عارف إن انتوا اتأذيتوا وجات لكم الخبطة بتاعة اللغة العربية ووراها الفيزياء شديدة شوية، والحمد لله وزير التربية والتعليم عمل اجتماع امبارح إنه هيحل لكم مشكلة الفيزياء. في سؤال هيتحط درجاته على بقية الدرجات ويتوزع، سؤال تاني كل الناس هتاخد فيه الدرجة النهائية. فخلي بالكم يا ولاد، عامل حسابه إنه هيعدي 90% عشان يدخل طب ولا هندسة. فلو الدرجات كلها نازلة هتلاقي طب وهندسة هي كمان بتاخد مثلا من 85%. اللي كان عامل حسابه انه عايز يروح الكلية الفلانية هيلاقي ان درجات القبول هتبقى اقل شوية. المهم اللي علينا ايه؟ اللي علينا ان نبقى فاهمين ثانوية عامة ما هي الا سباق لتحصيل الدرجات. عليكم ان كنتوا تلموا اعلى نسبة درجات عشان تقدروا تبقى عندكم اختيارات وتنقي بين اكتر من كلية، ويا ريت تبقى هي الكلية اللي كان عليها العين والنني. فيا ريت يا حبيبي انت وهي اوعوا تتأثروا نفسيا، لكن عايزكم تبقوا فاهمين ان كنتوا خلاص كبرتوا، ما بقوتوش اطفال صغيرين. لا قدامكم ما فيش كلها كام يوم وهتبقوا طلبة جامعة، يعني انسة وراجل محترم كبير. يبقى لازم عندنا الثبات يعلى شويتين، بلاش الانهيار، بلاش نبكي على اللبن المسكوب. اللي حصل زي ما قلنا مشكلة عامة وعلى الجميع، فمش هتبقى تأثيرها عليك انت او عليك انت لوحدك. خليكوا ايجابيين، كل ما تلاقي نفسك او نفسك حزينة ارجعي افتكري تعب اهلك معاكي، وعايز تخرج مع اصحابك ومعرفتش لانك عندك مسؤولية وقعدت تذاكر. افتكروا كل مرة قعدتوا صدعتوا من كتر التركيز في المواد اللي بتذاكروها. افتكروا ان مستقبلكم خلاص على المحك، والله هيجي عليكم يوم تفتكروا ايام ثانوي وتضحكوا. بس المهم دلوقتي نعمل اللي علينا، نقوم. مفيش احباط ايه؟ اللي حصل حصل، مش هيقدم ولا يأخر. طب والمواد اللي جايه نرجع نتعب فيها وما نجيبش الدرجات اللي عايزينها ونرجع نبقى حزنانين؟ انت وقع منك ماده او مادتين وما عرفتش تجيب الدرجات اللي انت عايزها، مش معناها نهايه الحياه، لانك لو قعدت تبكي عليها هتخسر جنبيها مادة واتنين. ساعتها يا حلو هتعمل ايه؟ كل امتحان يخلص نرميه ورا ظهرنا ونفكر في اللي بعديه. دايما يبقى عينك لقدام انك رايح لمستقبلك، وفي حد بيروح لمستقبله بظهره؟ بص لقدام، انسى اللي فات، اللي فات مات واللي جاي احلى باذن الله. ركزوا، اوعوا تضيعوا مستقبلكم عشان حد حط امتحان ضايقكم. اوعى تركزوا مع واحدة انهارت جنبك في اللجنة، اوعى تركز مع واحد زميلك بيقول لك يا عم انا محبط خلاص ما فيهاش فايدة. كل دول ناس حزانة هيجي عليهم يوم ويقولوا يا ريتنا ما كنا قاعدين ضعفانين. لازم نبقى اقوياء ونبقى جداد ونكمل عشان مستقبلنا قدامنا وماشيين ليه. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل ولادنا ويريح أهاليهم، وكل البيوت تبقى بيهم فرحانين. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.